شركة فيفو هي من أفضل وأحسن الشركات اللي تاخد منها تليفونات ممتازة جدا في الفئة المتوسطة، ودايما على فكرة تليفوناتها في الفئة السعرية دي بتعمل مبيعات محترمة جدا، وده علشان المواصفات الممتازة اللي هي بتقدمها لك في الموبايلات دي. وعلشان كده بقى فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على أحدث موبايل أطلقته فيفو في الفئة المتوسطة، وهو الواي 100 أو الواي 100، وهنتعرف على كل مواصفاته وكل مميزاته وعيوبه وهو بيقدم لك ايه وناقصه ايه. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. التليفون جاي بتصميم ممتاز جدا، اي نعم هو كشكل ما فيهوش جديد وواخد نفس الديزاين بتاع اجهزه اوبو اللي في الفتره الاخيره، ولكن بصفه عامه الشكل النهائي بتاع الموبايل هو شكل عصر جدا. التليفون جاي بخامات تصنيع من الازاز، وطبعا ده بيدي قيمه اكتر للموبايل، ولكن في نفس الوقت الازاز ده بيكون معرض للكسر لو التليفون وقع منك ولا حاجه. وكمان التليفون جاي بالشكل الصندوق الجميل قوي اللي بيديله شكل مميز مع الحواف الحاده كده المستطيله. والظهر الازاز بتاع التليفون ده لونه بيتغير لو عرضته للشمس او الاضاءه، وده بصراحه بيدي للتليفون شكل حلو قوي. وكمان السيت اب بتاع الكاميرات بياخد لون مختلف شويه عن بقيه لون التليفون، وده بصراحه مخلي شكل التليفون شيك جدا. جوده تصنيع الموبايل وتقفيله ممتازه، وباين الجوده والاهتمام في كل تفاصيل الموبايل. وكمان اللي مزود من شياكه واناقه التليفون ده هو انه سمكه نحيف جدا، وكمان وزنه مش تقيل، وده مخلي شكل الموبايل فخم جدا، وان كان ده يعني على حساب البطاريه. فالفيفو واي 100 هو من اشيك وافخم الموبايلات اللي ممكن تلاقيها في الفئه السعريه المتوسطه. الشاشه هي من اهم المميزات اللي هتعجبك جدا في الموبايل، بس للاسف فيها حاجه ما عجبتنيش خالص، وهي انها جايه بالتصميم القديم اللي بنوتش اللي على شكل قطره الماء دروب ووتر. كان بصراحه المفروض انها تكون شاشه كامله، ولكن بقى بقيه مواصفات الشاشه دي ممتازه جدا، فهي من نوع اموليد ومساحتها مش كبيره قوي 6.38 بوصه. وبصراحه انا شايف الحجم او المساحه بتاع الشاشه دي مساحه عمليه ممتازه جدا، وهي بتيجي بجوده فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 2400 في 1080 بكسل، وده هيدينا 413 بكسل لكل بوصه في الشاشه. وبصراحه دي كثافه بكسلات ممتازه جدا. الشاشه جايه بابعاد عرض كبيره 20:9، وبتستحوذ على 84.1% من حجم الواجهه بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الشاشه، فطبعا معروف جدا الجمال والدقه والحلاوه بتاع شاشات الاموليد. فالالوان اللي بتظهر على الشاشه دي بتكون درجه حدتها وسطوعها ممتازين. الالوان اللي بتظهر على الشاشه بتكون رايقه وواضحه قوي، وكمان الكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا في منتهى الدقه والوضوح. ومن المميزات اللي موجوده في الشاشه دي انها بتدعم خاصيه ال HDR10 بلس، واللي هتحسن جدا من جوده اي فيديو بيتم عرضه على الشاشه دي حتى لو هو متصور بجوده قليله. وبرده من الحاجات اللي هتعجبك في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفرش ريت 90 هرتز. اي نعم ده مش اعلى ريفرش ريت موجود، وكنت اتمنى بصراحه لو كانت جايب 120 هرتز، ولكن بصفه عامه معدل التحديث العالي نسبيا ده هيخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع التليفون تشتغل بشكل سموز وانسيابي قوي، وطبعا ده هيساعدك بشكل كبير وانت بتلعب جيمز على التليفون. درجه سطوعها ممتازه، فانت مش هيقابلك اي مشكله خالص وانت بتستخدم الشاشه تحت اشعه الشمس المباشره. ولكن بقى للاسف حواف واطراف الشاشه حجمهم كبير شويه، وكان المفروض يقول له عن كده. ولكن بقى بصفه عامه في الشاشه بتاع الواي 100 من فيفو انا شايفها شاشه ممتازه جدا في لعب الجيمز او مشاهده اي محتوى عليها. كان ناقصها بس انها تكون شاشه كامله زي ما قلت لكم من شويه. التليفون بيجي بمعالج محترم جدا من ميديا تك، وهو ده من سيدي 900، واللي موجود في تليفونات كتير في الفئه المتوسطه زي جينو 7 5G من اوبو، وكمان الزيرو 5G من انفينكس، والجالاكسي ام 53 من سامسونج. والتليفونات دي كلها مراجعاتها موجوده هنا على القناه، ممكن تبصوا عليها من الاي اللي فوق دي. وبصراحه مش هقدر اقول لك ان ده اقوى معالج موجود في الفئه السعريه المتوسطه، ولكن هو ده المعالج الطبيعي اللي المفروض يكون موجود في التليفون، ما ينفعش يكون موجود فيه معالج اقل من كده. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2.4 جيجا هرتز بدقه تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومه هو المالي جي 68 ام سي 4. التليفون بيجي بنسخه واحده بسعه تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام. بصراحه كنت اتمنى لو كان التليفون يعني جايب بارقام او بساعات اكتر من كده شويه، او حتى كان فيه نسخه تانية من التليفون بسعه مختلفه عن كده او اكبر من كده. وبالنسبه للاداء بتاع التليفون فبصراحه الموبايل هيقدم لك اداء كويس جدا في المهام والاستخدامات اليوميه. يعني في المهام اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا او التصفح والمكالمات والحاجات دي كلها، التليفون هيشتغل معاك بمنتهى الكفاءه من غير ما يقابلك اي مشكله خالص في التليفون او تهنيك في الموبايل. وكل الحاجات دي هتشتغل معاك بمنتهى السلاسه كده والانسيابيه. واداء التليفون في المهام المتعدده او المالتي تاسكينج هيكون اداء ممتاز، يعني انت هتقدر تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل بينهم بشكل سلس وسريع، وده من غير ما يقابلك اي مشكله في التليفون. وبرضه الموبايل هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات.
وبرضه التليفون هيقدم لك اداء كويس جدا في الجيمز او الالعاب، يعني انت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل، والجيمز دي هتشتغل معاك بشكل ممتاز جدا من غير اي مشكله خالص. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فالتليفون هيقدم لك فيها اداء كويس، ولكن بصراحه يعني انصحك انك تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك متوسطه علشان تاخد منها احسن اداء، لان التليفون ده هيكون موجه اكتر للاستخدام اليومي المعتاد، مش موجه للحته بتاع الجيمز قوي، ولكنه في المجمل هيقدم لك اداء متوازن جدا ما بين الاستخدامات اليوميه والجيمز. اما بقى بالنسبه للكاميرات بتاع الموبايل فالتليفون بيقدم لك كاميرات خلفيه ممتازه، فالتليفون جاي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8، والكاميرا دي ملحقه بمثبت بصري OIS. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي كاميرا ماكرو بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4، والكاميرا الثالثه والاخيره فهي الخاصه بعمل العزل او وضع البورتريه وبتيجي برضه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الكاميرات فبصراحه الكاميرا الاساسيه بتاع الموبايل هتقدم لك اداء ممتاز، خصوصا في الاضاءه القويه او في ضوء النهار. درجه الحده والتشبع وسطوع الالوان اللي بيظهروا في الصور بيكونوا ممتازين، الالوان بتكون واضحه وراقيه قوي ودرجه حدتها وسطوعها هايلين، وكميه التفاصيل اللي بتظهر في الصور بتكون كتيره ودقيقه، والتبان بتاع الالوان برضو اللي بيظهر في الصور بيكون مظبوط، مفيش لون كده داخل على التاني. حتى مهما زومت في الصور اللي بتاخدها بالكاميرا دي بتفضل محافظه على جودتها والتفاصيل فيها كتيره وواضحه. وبرضه في الاضاءه الضعيفه او الليليه فالجوده بتاع الصور بصراحه ما بتقلش كتير، وكميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا اقل ما يمكن، وطبعا ده علشان الدقه العاليه بتاع الكاميرا وفتحه العدسه الواسعه بتاعتها. وهتقدر باستخدام الكاميرا الماكرو انك تاخد صور قريبه بكميه تفاصيل كتيره، وادائها بصراحه شبه كل الكاميرات الماكرو اللي موجوده في الفئه السعريه دي وفي الفئه السعريه الاقل كمان. وهتقدر باستخدام الكاميرا الثالثه بتاع العزل او البورتريه انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل مقبول. اي نعم هي مش اقوى كاميرا ممكن تعمل لك عزل، بالعكس هي شبه كل الكاميرات اللي بتيجي في الفئه السعريه الاقل كمان من ثمن الموبايل، ولكنها يعني هتقضي الغرض معاك. الحاجه الوحيده اللي بصراحه ما عجبتنيش في التليفون ده واللي كنت اتمنى وجودها بشده ان التليفون يكون موجود فيه كاميرا الترا وايد خاصه بالتصوير بزاويه واسعه، حتى لو كان هيتم استبدالها بالكاميرا الماكرو اللي يعني محدش بيستخدمها كتير، وكانت هتعلي من التقييم او الريت بتاع الكاميرات بتاع الموبايل يعني بشكل كبير. التليفون بيدعم تصوير فيديوهات بجوده 4K، فانت هتقدر تصور فيديوهات بدقه 2160 بكسل ب 30 فريم في الثانيه، وبرضه هتقدر انك تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية. التليفون جاي بكاميرا امامية وحيدة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.0، وبصراحة الكاميرا السيلفي دي تعتبر كاميرا سيلف ممتازة جدا وهتقدر انك تاخد بيها صور ممتازة، وهتقدر تستخدم الكاميرا دي في انك تاخد بيها صور سيلفي ممتازة جدا وهتعجبك، وهتقدر تحتفظ بالصور دي في المناسبات يعني من غير ما تكون زعلان منها ولا حاجة. اما بقى بالنسبه للبطاريه بتاع الموبايل فالتليفون جايب بطاريه بسعه 4500 ملي امبير، وبصراحه وفي الوقت الحالي دي تعتبر ساعه صغيره، ولكنها هتكون كافيه وهتكمل معاك اليوم كله من غير اي مشكله خالص لو انت بتستخدم التليفون استخدام متوسط. ولكن بقى اللي بيعوض الساعه الصغيره النسبيه بتاع البطاريه دي انها بتيجي بقدره شحن 44 واط، واللي في نص ساعه بس هتقدر تشحن الموبايل بتاعك من 0 لغايه 60%، وعلشان بقى تشحن الموبايل لغايه 100% فده هيكون في حوالي ساعه تقريبا، وطبعا ده هيكون من خلال منفذ USB تايب سي. والتليفون ده للاسف ما بيدعمش الشحن اللاسلكي مع انه مصنوع من الازاز. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من فيفو وهي الفان تاتش فيرجن 13، وبصراحه الواجهه دي واجهه ممتازه جدا كده، واجهه خفيفه وسيمبل مفيش فيها اضافات كتير وسلسه جدا على الموبايل، مفيش فيها اي بجز او مشاكل، هتشتغل معاك بشكل كويس جدا، وكمان فيها شويه مميزات حلوين زي انها بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا، وكمان تقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيق في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G، وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو SD كارد وده حتى 1 تيرا، ولكن في الحاله دي للاسف هتضطر تستغنى عن الشريحه الثانيه. التليفون بيجي بمستشعر بصمه اسفل الشاشه، والمستشعر ده اوبتيكال مش سوفت وير، وعلشان كده اداؤه ممتاز جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه الرجل الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. ولكن بقى للاسف التليفون ما بيجيش بسماعات ستيريو، ودي من الحاجات السلبيه اللي انا شايفها في الموبايل، فمعظم التليفونات اللي بتيجي في الفئه السعريه دي بتيجي بسماعات ستيريو، فالموبايل بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين وصوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الاو تو جي وموجود فيه مستشعر جيروسكوب. ولكن بقى للاسف التليفون ما فيهوش مستشعر NFC، ودي من الحاجات السلبيه برضو اللي موجوده في الموبايل،
ولا موجود فيه راديو FM ولا مستشعر IR. ولكن بقى الموبايل مقاوم للميه والغبار، وده بمعماريه IP54، وكمان بيجي باصدار بلوتوث 5.2. التليفون بيجي بثلاث الوان، اسود وازرق وذهبي، وعلبه التليفون بيجي فيها الشحن السريع وسلك توصيل USB Type C وجراب للموبايل ودبوس درج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر بيع الموبايل $300. وطبعا مش هقدر اقول لكم سعره بالمصري لان سعر الدولار عندنا في مصر متغير كل يوم بسعر. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. الواي 100 او الواي 100 من فيفو هو بصراحه تليفون ممتاز جدا في الفئه المتوسطه، خصوصا لو انت اهم حاجه عندك في الموبايل هو التصميم بتاعه او شكله، مع شاشه بدقه ونوعيه محترمين، مع اداء ممتاز جدا خصوصا في الاستخدامات اليوميه، وكاميرات هايله، وكمان بطاريه بشحن سريع، وحاجات تانية كتير زي ما شفنا بتخلي الموبايل من احسن التليفونات اللي ممكن تشتريها في الفئه السعريه المتوسطه. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المره تشوفني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.